السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة متخصصة للوصفات الطبيعية 100% مجربة، وكما تضم شهوات متنوعة بسيطة وناجحة. أطلب منكم أن تدعموني بالاشتراك في القناة للتوصل بفيديو جديد كل يوم أو وصفة جديدة. على بركة الله نقدم لكم الوصفة ديال اليوم. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، هي وصفة للتخلص من رائحة العرق نهائيا، وصفة عند الرجال والنساء بمكونات بسيطة وطبيعية. نحتاج فقط إلى نصف ليمونة حامضة وإلى زيت عطري. أنا أستعمل زيت الورد، ممكن أن تستعملوا زيت جونسون للأطفال. كل ما عليكم لتطبيق هذه الوصفة هو أن تقوموا بفرك الليمون على الإبطين بهذه الطريقة. بعد الاستحمام كل يوم نقوم بفرك ليمون بهذه الطريقة، ثم نصبر لبضع ثواني حتى يجف الليمون. بعد أن جف الليمون نقوم بوضع القليل من زيت الورد كما قلت، أو بهذه الطريقة، أو زيت جونسون على حسب متوفر لديكم. صراحة هذه الطريقة رائعة، أنا أستعملها شخصيا. طريقة كبديل لمزيلات العرق المسرطنة. أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة، فهي وصفة جد رائعة، روعة في قمة الروعة. أتمنى أن تشاركوا هذه الوصفة مع أصدقائكم. لعجبوا هذا الفيديو ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناة ديالي باش تدعموني وباش توصلوا بالجديد ديالي، فيديو جديد كل يوم إن شاء الله. بالإضافة أن هذه الوصفة اللي قلت لكم مزيلة للعرق، هي أيضا كتبيض المنطقة، كتساعد في تبييض المنطقة. في الصراحة راه في قمة الروعة. جربوها وردوا عليا، وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. وما تنساوش بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء.